قاعدة بتضايق سلفتها وبتعد الذهب اللي هي لابساه قدامها، وده كله لما عرفت ان العريس اللي بيكون اخو جوزها ما جابش شبكة كويسة للعروسة، هو ما جابش حاجة اصلا غير خاتم صغير. وبتبقى قاعدة جنب حماتها عمالة تعد في النص طن اللي هي لابساه ده، وعمالة تضايق فيها وقال يعني لابسة حاجة ومش عارفة عددها. ولما بتقوم العروسة عشان تجيب المشروبات بتروح سلطانة وراها وبتقول لها امال فين خاتم الجواز؟ ايه ده بجد؟ اللي قد الحبة ده وافقتي بيه عادي؟ بصي بقى الخاتم اللي قد مناخيرك، اتفرجي على الألماظة كده عاملة ازاي، شايفة الذهب؟ لكن جيزيم مش بتتحرج من الموقف وبتكون راضية جدا باللي بيحصل، وبتقول لها ما عنديش أي مشكلة، هو مش بحجم الخاتم، أنا مبسوطة في الجوازة. فبتضحك عليها سلطانة ضحكة سخرية كده لما جيزيم قالت لها حضرتك، وبتقول لها بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ حضرتك على فكرة أنا أكبر منك بسنتين بس. وبعدين في ريحة وحشة جدا جاية من هنا، دي جاية منك انتي وصاحبتك صح؟ ولما سلطانة بتخرج بره صاحبتها بتقول لها الله يكون في عونك، هتقعدي مع دي ازاي في بيت واحد؟ وبعدين بتكون مصممة تاخد معاها سيلفي الخطوبة وبتعمل شير للعروسة بصورة بالمنظر ده. أما فاتح بيكون رايح يتقدم لحب حياته جيزام، وطبعا معاه أخوه ومرات أخوه سلطانة، ودي طبعا يا جماعة السلفة اللي المجرة ما جابتش زيها. وبتقعد جنب حماتها وبتدلع عليها وبتقول انا الكنه الاولى واللي هاخد الدلع والميراث كله، واللي جاي بعدي قشر برتقان والكلام ده، وبتكون جايه بهدف انها تبوظ الجوازه، لكن للاسف اللي كانت عايزاه ما حصلش، والموضوع بيكمل للحن عادي. وبتكون عايزه ترتكب مصيبه لكنها بتهدي نفسها وخلاص، وبتروح معاها بالعافيه في اختيار فستان الفرح، وبتكون عايزه تقطعه لها، لكن بيعدي الفرح بسلام من غير حريقه. وبتعدي الايام وبيروحوا العرسان على شهر العسل، ولما بيرجعوا فاتح بيشيلها وهم طالعين على السلم، فبتتفاجئ جيزيم ان سلفتها مزينه البيت ولا كانها شقه العروسه. وبتدخل وقتها جيزيم شقتها عشان تتفرج على العفش، وبيبان انها بنت طيبه ومتواضعه ومبسوطه جدا بالعفش بتاعها حتى لو ما كانش احسن حاجه. وبيديلها بقى فاتح مفاتيح الشقه، ولسه مرتاحتش ولا عملت اي حاجه بتلاقي سلطانه بتصبط عليها وبتصورها صور وحشه كده. وبعدين اول ما بتشوفها بتقول لها ايه ده خضتيني، مال وشك فيه ايه؟ هو انت تعبانه؟ مش حاطه مكياج ليه؟ ده وشك مصفر على الاخر، احكيلي هو فاتح متخانق معاكي؟ وبعدين بتكون رخمه جدا وبتدخل شقتها من غير حتى ما تستأذن، وبتبدا تتريق على المكان وبتقول لها ايه العفش الوحش ده؟ انا حاسه ان انا قاعده في مكتب بالظبط، ووافقتي على الحاجات دي عادي؟ ما اتضايقتيش ولا حاجه؟ والله يا بنتي قعدت اقول لهم ده مش عفش عروسه لكن محدش سمع كلامي. وبعدين شفت صورك بتاعت شهر العسل، ايه الاوتيل الوحش ده؟ شكله رخيص قوي، دافعين فيه كام ها؟ انا مش عايزاكي تكوني زعلانه من كلامي، انا صريحه شويه، ما انا لو قلت على وشك الوحش ده جميل اكيد ربنا هيحاسبني، ما انت عارفه انا ما بحبش الكذب. فبتحس جيزيم للحظات كده انها عايزه تضربها وتخرجها بره، وبتبقى فاهمه انها هتواجه مشكله كبيره معاها، دي كانها عايشه مع ابليس على الارض. وبتعزمهم سلطانه بالليل على العشاء، وبيبان من نظافه البيت وشكل السفره انها عازمه ملكه انجلترا، مش سلفتها يعني اللي لسه راجعه من شهر العسل. او كمان لابسه ومتشيكه ولا كانها رايحه فرح، ده حتى علبه الذهب كمان شكلها كده وقعت فيها من غير ما تاخد بالها. وبعدين وهما بيتعشوا بتشوف جيزيم صوره يافوز اخوهم التالت اللي مسافر بره، وساعتها بتقول لسليم ده شبهك جدا، فبترد عليها سلطانه ايوه ما انا عارفه، اصل سليم جوزي احلى واحد في البيت. فاتح وقتها بيحس انها بتقول اي كلام، والاول مره بيتكلم في القعده دي وبيقول لها ليه يعني هو انا وحش ولا ايه؟ او بتفضل بقى تعمل نفسها حرانه وكانها بتهوي عشان توريها كل الذهب اللي هي لابساه، وبتفضل تعمل عرض خايب كده ما حصلش وكانها يعني مش شايفاها، ما هي النص طن اللي هي لابساه ده مفيش حد مش هيشوفه. او بتحب انها تضايقها اكتر وبتاخد صوره للعشاء، بس المره دي جيزيم ما بتكونش معاهم في الصوره اصلا. والله الواحد مش عارف هو الفيلم اوفر شويه ولا في ناس فعلا بالشكل ده. وبعدين بتاخدها بالعافيه عشان توريها شقتها ومطبخها، وهاتك بقى يا تريقه. وكالعاده يعني بتفضل تقارن ما بين عفش بيتها وما بين عفش العروسه الجديده اللي ما فيهوش حاجه حلوه. جيزيم في الوقت ده بتحس انها بدات تزهق، لكن بتعديها كده من غير ما تتخانق مع جوزها، اصله ايه ذنبه يعني، هو ملوش علاقه بالموضوع ده. والصبح وهي بتجهز فاتح عشان ينزل الشغل بتلاقي سلفتها التانية واقفه برضه، واول ما بتلاقيها فتحت الباب بتقول لسليم بوسني بسرعه، مش عايزه سلفتي الجديده تشمت فيا. وبتعرف وقتها ان جيزيم هتبدا تنزل شغل لانها مش حابه تقعد في البيت، فبتكون متغاظه جدا وبتقول لها قولي كده مش هتهتمي بنفسك يعني، ده انت المفروض تحطي المانيكير وتشيليه 10 مرات في اليوم،
كنت عايزه اقولك على حاجه بس من غير زعل. في واحده اعرفها عملت زي كده واتطلقت بعد شهر على طول. فبتروح بقى جزم تكلم صاحبتها وبتحكي لها على التحفه اللي عايشه معاها بقالها كام اسبوع وقد ايه خلاص هتتجنن منها، لكن برغم كده بتكون بنت عاقله جدا ومش بتاخد اي اكشن منها. اما سلطانه بتنزل السوق بس بتفضل تلف على الجيران كده وبتتكلم عليها وحش وبتوريهم صورها الغريبه دي. بتعدي كمان على الجزار وبياع الخضار ومش بتسيب حد في المنطقه الا لما تقوله عنها كلام وحش، عشان يعني محدش يقبلها ولا يتعامل معاها ولا حتى يرضوا يبيعوا لها اي حاجه. دي بتروح الحضانه اللي بتشتغل فيها جزام وبتسوق سمعتها برضو في المكان. وبعد ما بتخلص لوكشة المشاوير دي بتعدي على حماتها وبتقول لها ان جزام عازماهم النهارده على عشاء. دي كمان مصممه جدا ومش موافقه غير ان احنا لازم نروح. وطبعا بتكون جزام لا قالت حاجه ولا عزمت حد، المهم تدبسها في عزومه وخلاص. وبتنزل بقى جزام عشان تروح شغلها في الحضانه، لكن بتتفاجئ انهم مشوها. ما هو طبيعي يعني، سلفتها سوقت سمعتها. ده حتى كمان بياع الخضار ما بيرضاش انها تشتري اي حاجه من عنده، فبتروح البيت وهي معيطه. بس طبعا بتكون الافعى مستنياها على السلم عشان تقول لها مش قابلت حماتك ومصممه تتعشى عندك النهارده. فبتضطر جزام انها توافق. فبتدخل وهي بتكلم نفسها وبتقول انت بنت متحضره وخليكي هاديه، ما تعمليش عقلك بعقلها كده. ولانها معرفتش تشتري اي حاجه بتضطر انها تطلب الاكل دليفري. والغريب اللي بيحصل انها بتخبي عليهم وكانها هي اللي عملت الاكل ده. والكل لما بيكون قاعد بياكل وبيشكره في الاكل بيبان ان سلطانه متغاظه منها جدا. هي لحقت تعمل كل ده امتى؟ وساعتها بتقول لهم انا داخله الحمام، لكنها بتدخل المطبخ وبتدور على اي شنط يمكن تكتشف هي الاكل ده من بره ولا عملته في البيت فعلا، لكن وقتها ما بتلاقيش اي حاجه. اما جزم بتبدا بقى تتعامل زيها، ولما بتتضايق منها بتشد الفرشه من تحتها وبتقرر انها توقعها. ما هي خلاص زهقت منها، ست حشريه قوي. ومن اللحظه دي جزم بتحط عقلها على جنب وبتنزل لمستواها وبتعمل زيها بالظبط، شويه الكيك والموبايل عشان التصوير. وبتقرر انها تنزل بعدها عند حماتها وبتسمعها وهي بتقول لجارتها ان نفسها تشوف احفادها قبل ما تموت. فبتسمع سلطانه وهي بتتكلم وبتقول اصل انا مش عايزه اجيب اطفال دلوقتي، خايفه على جسمي يبوظ وكده. اما جزام بتقول لهم انها مش حابه تقعد في البيت دلوقتي وعايزه تشتغل وتشوف كاريرها، وعشان كده مأجله الخلفه برضه. لكن اول ما بيقعدوا مع بعض بيبداوا يتخانقوا وكل واحده بتقول للتانيه انها هي اللي هتخلف اكتر وقبل التانيه كمان. وبتبدا في اللحظه دي جزام في التخطيط ازاي هتخلف في اسرع وقت، والاهم قبل سلطانه. وسلفتها التانيه اكيد برضه زيها، والاتنين بقى بالصدفه بيقابلوا بعض في الصيدليه. اما جزام بتكون اتعلمت حركاتها واول ما بتشوفها بتقول لها ايه ده، في حاجه في وشك تعالى شيلها لك. او بتروح مبوظه لها الروج على طول. واول ما سلطانه بتدخل الصيدليه بتلاقي الناس كلها اتخضت منها. فاول ما بتبص في شكلها في الموبايل بتلاقي وشها شبه البلياتشو بالظبط، وبتعرف ان جزام بدات تلعب معاها. وواضح ان هما الاتنين مش هيسيبوا بعض، لكن على مين يعني؟ ده ابليس نفسه ما يعرفش يعمل معاها اي حاجه. وعلى بالليل لما بيكونوا معزومين عند حماتها وبيكون ابن الجيران معزوم برضه مع جدته، ولانه شقي بزياده بيضرب جزام. فسلطانه وقتها بتستغل الفرصه وبتصورها فيديو وبتعمل شير وبتكتب عنوان سلفتي عقلها صغير وبتتخانق مع بيبي يرضيكوا كده. وبيفضلوا بقى يعملوا بيبي تشيك كتير لحد ما بيجي اليوم اللي جزام بتعرف فيه انها حامل وبتروح تقول لهم والعيله متجمعه. سلطانه في التوقيت ده من كتر المضايقه بتفكر ازاي تخلص منها، بس بتهدي الشر اللي جواها وخلاص. وبيخلوها تصورهم بالمناسبة دي. لكن تاني يوم بتقرر انها تروح عند العطار وبتطلب منه شوية وصفات تساعدها في الخلفة. بس فجأة وهي راجعة الشارع كله بيقلب حوامل وكأنهم مصممين يضايقوها. وبعدين بتفتح الانترنت وبتقرا شوية خرافات، واللي من اهمها يعني تلف حوالين جوزها 3 مرات وكل ما تشوف وشه تقوله سلام عليكم. وبتفكر انها تعمل كده فعلا اول ما سليم بيرجع من الشغل. وطبعا سليم اول ما بيشوف الموقف بيحس ان مراته اتجننت وبيتخض منها جدا وبيحس ان عليها عفريت، فبيروح ضاربها بالملح. ومجرد ما بتفوق بيقول لها معلش ما كنتش اقصد، افتكرت لبس الجن ولا حاجه، معرفش انك بتعملي كده عشان نخلف، بس مالك مستعجله كده ليه؟ ما تخليه يجي وقت ما يجي. اما جزام لان اوضه نوم سلفتها ورا اوضتها على طول بتبدا تعلي صوتها وتصوت وتمثل ان جوزها جاب لها خاتم الماظ بمناسبه الحمل يعني، وبتعلي صوتها اكتر عشان تحاول تخلي التانيه تسمعها. فاتح بقى لما بيشوفها بتكلم الحيط بيكون مخضوض، وساعتها بيسأل نفسه هي دي هرمونات الحمل ولا ايه؟ والصبح بتفتح الباب وبتنده على سلفتها عشان تضايقها بحملها.
وبتبدأ تقول لها إنها هي اللي هتجيب الحفيد الأول للعيلة، لكن التانية بعد يومين بالظبط بتفاجئهم وبتعرفهم إنها حامل. مش بس كده، دي بتجيب فرقة كمان عشان يعملوا استعراض في البيت، والاتنين طول فترة الحمل بيبقوا مبهدلين بعض صور، دي تشاير ودي تشاير على طول. دول من كتر ما هما بيتضايقوا من بعض بيتابعوا الحملة عند نفس الدكتور. فسلطانة بتحس إن جيزان بتقلدها لأنها هي اللي راحت عند الدكتور ده الأول، وكل واحدة فيهم بتعمل حفلة تحديد جنس المولود وبتخلي فاتح هو اللي يفرقع البالون. والمفاجأة اللي بتحصل إن جيزان بتكون هي اللي حامل في ولد، أما سلطانة بتطلع هي الحامل في بنت. وطبعا بيكون ده معناه إن سلطانة هي اللي هتولد الأول، وبكده أكيد سلطانة هي اللي هتاخد شقة حماتها، لأن حماتهم قالت لهم قبل كده اللي هتولد الأول أيا كان جنس المولود هي اللي هتاخد الشقة. وبعدين سليم بالصدفة بيشوف أخوه قاعد في العربية وهو بيركن في الجراج، وبيبان عليه إنه تعبان نفسيا جدا وعمال يحسب تكاليف الولادة والبيبي شاور والحاجات دي، ده غير إن مصاريف مراته كتير. أمال هتضايق سلفتها إزاي؟ ولسه بقى مصاريف المربية وإلخ. فأخوه بيقوله ما تقلقش هتعدي، الولاد يجوا بالسلامة بس وأي حاجة تهون. ولما بيروح البيت فاتح بيبدأ يحكي لمراته إنه فعليا بدأ يفلس، وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها هو احنا لازم يعني نجيب مربية؟ وليه يعني نحجز جناح في المستشفى لما ممكن نحجز أوضة عادية؟ لكن جيزان بتزعل من الكلام وبتقرر إنها تنكد عليه، أمال هتنافس سلفتها إزاي؟ والقفعتين بقى بيبدأوا يدخلوا الليفل الوحش وبيسخنوا الإخوات على بعض، وبيجيبوا سيرة شقة حماتهم وإن اللي هتولد الأول هتاخدها، ودي خايفة إن سلفتها هتولد الأول والتانية كذلك برضو. وطبعا بتخلي الأخين يشيلوا من بعض. ده حتى كمان سلطانة بتتخانق مع سليم لأنه ما جابلهاش خاتم بمناسبة الحمل زي ما أخوه جاب لجزام. أو بيبان من اللحظة دي إن حتى الإخوات مش عايزين يكلموا بعض. وفي يوم فاتح لما بيكون مروح من الشغل بينده على أخوه بيكون عايز يتكلم معاه، والاتنين بيتخانقوا مع بعض. أو بيقولوا إن مراته هي اللي عاملة قصة الخاتم دي عشان تضايق سلطانة، لكن بيكون أخوه عاقل شوية. أو بيقولوا خلي بالك مراتاتنا هما اللي مخلينا شايلين من بعض. وفي الوقت اللي بيكونوا بيتخانقوا فيه بيبان إن سلطانة خلاص بتولد، وطبعا بيكون جوز كل واحدة نزل لأنه زعلان من الخناقة اللي حصلت، فبتضطر جزام إنها تروح معاها للمستشفى. لكن الغريب اللي بيحصل إن سلطانة بتوصيها على البيبي وبتكون خايفة جدا عشان والدتها ماتت برضو وهي بتولدها، لكن جزام بتهديها وبتقولها خلي بالك مش لازم ده يحصل معاكي يعني، وإنها متأكدة إنها هتبقى كويسة. وبتبدأ تتنازل عن الشقة كمان، أو بتقولها إنها مش هتتخانق معاها تاني في موضوع شقة حماتها. والغريب إنهم بيتحولوا بدل من عقربتين بيضايقوا بعض طول الوقت بيكونوا فراشتين طايرين، وفجأة قلبهم صفي من ناحية بعض. وبتعدي كام ساعة والبنوتة بتشرف. والغريب اللي بيحصل إن جزام برضو بتولد في نفس اليوم، لكن الحاجة العجيبة اللي بتحصل في الموضوع إن حياتهم مع بعض من اليوم ده اتحولت 180 درجة. أو بيكونوا مش بس صحاب، دول أكتر من إخوات كمان بعد ما كانوا أعداء وبيقطعوا في بعض. وبتعدي كام شهر وبيتجمعوا العيلة، وأخوهم التالت اللي مسافر أوروبا بيكلمهم وبيبدأ يقول لهم المفاجأة، وبيعرفهم كمان إنه هيتجوز وراجع على تركيا. ولما جه يخلي حبيبته تكلمهم بتقفل الباب في وشهم وبتهزقهم وبتقول عليهم بيئة كمان. فساعتها بيقلبوا هما الاتنين لرايا وسكينة وبيستحلفوا لها كمان، واللي سلطانة عملته مع جزام هيعملوه معاها بالظبط. وفي نهاية الفيلم يا جماعة ما اعتقدش ان في ناس بيعملوا كده في الحقيقة، ده لو حقيقي يعني اعتقد الحياة تبقى مستحيلة جدا، ولا ايه رأيكم؟ وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.